غادي يمشي الامور ديال اللي عنده الارتخاء. السلام عليكم المتابعين ديالنا ديال قناه تعاون الشفائين اللي كدير الاعشاب وكدير المكملات. هذا الشاي ديال العشبه ديال العنزه مزيان. كنعاودو نخلفوها لان درنا هنا العشبه. ها هي شتيها العشبه كاينه هنا، ومن بعد ما درناها هنا كبينا عليها الماء سخون واعر مزيان. العشبه ديال العنزه راه كلشي كيعرفها الحمد لله. اول واحد غادي يدير عليها فيديو يعني داخل المغرب، وغادي يدير ليها الفوائد ديالها والطريقه ديال الاستعمال ديالها الحمد لله. المهم العنزه هي هذه. بسم الله سخون نحاول نبردوه شي تستهلكوه الحين ان شاء الله. العشبه هي هذه العنزه. الفوائد ديالها راه درنا عليها تقريبا 2 ديال الفيديوهات. ها هي بودره هكا كتكون بعد ما كطحن هي هذه، وهي راه معروفه للمشاكل ديال الجهاز التناسلي، مزيانه للضعف الجنسي، مزيانه للارتخاء، مزيانه المسائل ديال الانتصاب، مسائل ديال المهم مسائل ديال الفرش عموما. العشبه هي هذه العشبه. الاوراق ديالها كيكونوا تيكونوا في الاصل خضرين المهم كتجي من اندونيسيا، من باكستان، من الهند، الا كانت حتى في امريكا الشماليه. المهم الحمد لله ولات دخلت المغرب بكثره، ونحمد الله اليه اننا يعني درنا لها الاشهار ووريناهم طريقه الاستعمال، وملي كتجي واستطاعوا يعني اللي كيدخل الاعشاب انها تولي واجده في المغرب بكامله الحمد لله. هذه العشبه كتكون هكا كتنقى مزيان. بديت تحمرها شي شويه في الفران، حمرها ما عندك مشكل، ومن الاحسن بغيتي تطحنها وتردها بودر على هذا الشكل هكا. ديجا شرحنا هاد الامور هادو، غير لا باس للتذكير الحمد لله. نعاودو نذكروا بهاد الامور هادي. كتخلط مع نصف كيلو ديال رابعه 250 غرام 250 غرام. كتخلط معاها يكون العسل ديال الاعشاب، يكون العسل ديال السيدر، ديال الدغموس، ديال الكاليبتوس، ديال الخروب، اللي بغيتي اللي متاح عندك. الا خلطتيه مع ربعه ديال العسل راه هاد القرعه هادي كافيه تديك واحد شهر. غتبقى تاخد رابعه ديال العسل كما قلنا، غادي ديرها تقريبا 20 غرام 25 غرام ديال هاد البودر هذا، وتبقى تاخد ملعقه صغيره بعد الفطور، ملعقه صغيره بعد الغداء، ملعقه صغيره بعد العشاء. كل ما كتداوم على هذا الخير هذا كل ما كتحصل على النتيجه، كل ما كتزيد مازال شهر وشهرين 3 شهور كتزيد النتيجه. لان اغلب الناس كيكون عندهم مشكل دابا ديال هذا المشكل ديال الضعف وهذه المشاكل الجنسيه، تيكون عنده هذا المشكل قديم، وملي كيكون قديم ما كيحشم يعالجو، وملي كيحشم يعالجو تيتزاد هذوك المشاكل. ملي كيتزادوا تيوقع لنا اعراض اخرى. اذا كان عنده غير تقطار ديال البول غادي يولي كثره التبول، غادي يولي عنده بروستاتيت اللي راه هي اول حاجه كتقاس، يولي عنده شي التهاب، يقدر يولي عنده ميكروب، ومن تما تيولي عنده القذف السريع، يولي عنده مشكل عاوتاني ديال الضعف الجنسي،
غادي يمشي الامور تولي عنده الارتخاء. الا ولا عنده الارتخاء غادي يولي عنده انعدام ديال الرغبه، ولا عنده انعدام ديال الرغبه يعني راه ولا الفشل، فهمتي؟ كيولي العجز الجنسي. علاش حنا كنعاونوا الرجال؟ علاش كنعاونوا الرجال؟ باش يبقى هو في صحه جيده وياخذ الراحه ديالو وما يحس بالمرض، ويعاون راسو بهاد الاعشاب. هما طبيعيا ما غادي يضروك. اختار السيد اللي كيبيع الاعشاب اللي كاين في المدينه ديالك، اللي كيبيع هاد المكملات، اللي كيبيع الاعشاب، كل معروف عليه ثقه انه تيبيع الناس حاجه مزيانه، فباس تصوب داكشي بيديك وتاخذ انت العشبه وتنقيها، وبغيتي دوزها في الفران تحمر شويه مزيان، ما بغيتيش غادي تطحنها وغادي تعود تتبع دوك المقادير اللي كنقولوا حنايا بهذه الطريقه اللي تنقولوا، والحمد لله غادي تحصل على النتيجه. هادشي اللي بغينا. كلشي هادشي هذا غير سبب في العلاج. خصك تكون عندك النيه في القلب ديالك، تكون عندك النيه انه راه هاد الاعشاب غير سبب، لا هما ولا الدواء ديال الطبيب ولا الطبيب بنفسه ولا المعالج، انه غير سبب، وان الشافي هو الله. هذه خص تكون عقيده عندك وتكون يعني مرسخه في قلبك الداخل، ان الشافي هو الله. لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هذا هو الاصل. اما الاعشاب سبب. بغاك الله تشافى غادي تشافى، ما بغاكش واخا تاكل الصيدليه كامله وتاكل المعشبه كامله ما غاديش تشافى، لان خص تكون عندك عقيده في الداخل ديال القلب ديالك تقول انه الشفاء من عند الله، ولكن الاسباب يجب الاخذ بالاسباب. شحال من واحد دابا تيتبع معانا وتنعطوه يعني مكملات وتنعطوه وصفات خلطات وتيبقى متبع معنا. كاين ناس كنشكروهم بزاف. علاش؟ لانه ما تيكونش فيه، ما كيعياش، ما كيستسلمش، دائما تيقول لك اودي انا تيق فيك، انا اللي طلبتي مني غادي نعطيه لك، ما عندكش مشكل، انا بغيت انا نولي بخير. شحال ديال الناس كنعطيهم بزاف ديال المكملات اللي كيليقوا لذاك المرض وسبحان الله ما كيجيبش الله، وكنبقى كيتبع معاك تتبقى حتى كتعطيه شي وصفه اللي كتعجب اللي عطاتو هو النتيجه وما عطاش النتيجه للناس اخرين. هادشي علاش نقول لكم الانسان خصو دائما يعتقد ان الله هو الشافي وحده، ماشي هذا سبب. المهم العشبه هي هذه طريقه الاستعمال وريتها لكم، واي واحد بغى المنتوج دائما يمشي عند كما قلنا يختار السيد اللي غيتقدى عنده، يشوف العشبه تكون نقيه، ما يكونش فيها الاوساخ، ما يكونش فيها الغبره، ما يكونش فيها اي حشرات ولا اي حاجه اللي غادي يعني دير لنا يعني تحبس لنا العلاج. يعني كل ما كان داكشي موسخ وكل ما كان داكشي يكون فيه داكشي ديال المهم المسائل ديال الناس كيبيعوا العطريه ولا كيبيعوا الاعشاب تيكون داكشي موسخ، تيكون هادشي ديال سرق الزيت، كيكون هادشي ديال الارتداد. هادشي هذا راه معروف. الاوساخ ما خصكمش تقداو عنهم، دائما قلبوا على الرجل المناسب في المكان المناسب. انتما كتشوفوا راه بدات كتعطي النتيجه والنتيجه باش تعرفوها هو العرق راه تيبان من هنا. انتما وهي مسخين زوين راه غادي يعجبكم. كنشكركم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.